أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين على قناتنا في الأسرار التاروت. هذه القناة مختصة بعلم التاروت. نشكركم كثيرا على تواصلكم معنا، ونتمنى لكم في هذه السنة الجديدة كل الخير والحب والنجاح. ونظرا لكثرة الطلبات على تقديم الأبراج بأوراق التاروت ومصداقيتها لدى جمهورنا الكريم، ها نحن نلبي طلبكم الآن ونقدم لكم في هذه اللحظة توقعات برج الدلو لشهر كانون الثاني يناير سنة 2017 بأوراق التاروت. عزيزي برج الدلو، هذه البطاقات المخصصة لهذا الشهر، وهذه هي البطاقة الأولى وهي بطاقة العمل. عزيزي برج الدلو، هذه البطاقة تعني هناك فرص جيدة على صعيد العمل، هناك كثير من الإنجازات الإيجابية، ربما تحصل على دراسة خارج بلدك أو تقوم بجمع معلومات مفيدة ومهمة حول هذا العمل أو الدراسة. كذلك هذه البطاقة تعني فرصة عمل ولكن بصعوبة، قد يجد الشخص فرصة عمل ولكن بصعوبة، وأهم شيء أن لا يضع العقبات في طريقه، يحاول ويحاول ويحاول إلى أن يصل. أما عن صعيد المال، هذه هي بطاقة المال عزيزي برج الدلو، وهذه البطاقة تعني فرص جيدة جدا على صعيد العمل والاستثمار والمال، كثير من الإنجازات الإيجابية. وكذلك هذه البطاقة تعني الوقت جيد لكسب المزيد من المال من عمل إضافي، أو ربما يأتي عن طريق إرث أو مكافأة مادية، وكذلك شراء الكثير من الآثاث المنزل، وكذلك شراء ربما سيارة جديدة أو شراء بيت. هذه جدا بطاقة إيجابية. أما البطاقة الثالثة، هذه هي البطاقة الثالثة وهي بطاقة العاطفة، وهذه تعني أنك عزيزي لست على استعداد تام للآن للزواج. أنت لست على استعداد تام للزواج الآن، وحتى وإن الحبيب قد يمارس ضغوطه عليك، فهذه البطاقة تعني أنه أنت صحيح تحب الخروج وتحب المرح مع الحبيب، ولكن لا تريد أن تتقيد حاليا. أنت تحس أنه أنت لست مستعد حاليا للزواج. الحبيب يطلب منك الالتزام أو الارتباط ولكنك ترفض، لذلك يجب والسبب هناك مخاوف قديمة، وهذه المخاوف ستزول عن قريب. لذلك عزيزي الدلو يجب أن تلتفت إلى نفسك وتتحمل المسؤولية تجاه الحبيب، لأن الحياة ليست له ولعب فقط. هذه هي بطاقة الصحة. عزيزي برج الدلو، أنت تأثرت كثيرا بمسألة سابقة، وهذه المسألة تسببت لك إرهاق وتعب وربما قلق. لذلك عزيزي الدلو يجب عليك استشارة طبيب مختص أو طبيب نفسي في هذه الأشياء التي تسبب لك الإرهاق، أو التباحث في هذه المشكلة مع من تثق بهم. قد يعجز الطب العادي أو الطب التقليدي عن تفسير حالتك، لذلك عليك بالطب البديل عزيزي برج الدلو. هناك بعض الضيق والشعور بالتعب والتوتر كذلك ربما، ولكن هذا في زوال التعب والضيق. طبعا هذه كلها من ظروف ضاغطة أو
ربما هناك بعض الظروف أو المسؤوليات. ربما تسأل نفسك عزيزي الدلو أسئلة لا تجد إجابة عليها، وهذه الأسئلة مثلا: ماذا نريد نحن من هذه الدنيا؟ ماذا نفعل هنا؟ لماذا الله خلقنا؟ وهكذا أسئلة محيرة تريد عنها إجابة، أسئلة داخلية تحب أن تجد إجابة عليها، ولذلك تسبب لك القلق. حاول أن تجد أشخاص إيجابيين لهم اطلاع واسع أن تتحدث معهم وتطرح هذه الأجوبة معهم حتى تحصل إلى مرحلة السلام الداخلي. هذه عزيزي برج الدلو هذه كل ما لدينا. وإذا أردت الاستشارة الخاصة في مختلف مجالات حياتك وماذا يخبئ لك القدر، فاتصل بنا على الفيسبوك أسرار التاروت. وكذلك نود أن نعلمكم أنه كل يوم ثلاثاء نعمل لكم مسابقة في صفحتنا على الفيسبوك أسرار التاروت، والرابط موجود تحت هذا الفيديو، يمكنكم الدخول منه. والجوائز عبارة عن كشف أو استشارة مجانية. فأهلا وسهلا بكم. كانت معكم أسس شروق خبيرة التاروت، وشكرا للمتابعة.